تعرف تقول لي ايه هو الاكسيديشن نمبر للبوتاسيوم، وايه هو الاكسيديشن نمبر للبرومين، وايه هو الاكسيديشن نمبر للبوتاسيوم جوه البوتاسيوم بروميد، او الاكسيديشن نمبر للبروميد ايون جوه البوتاسيوم بروميد؟ تعالى واحده واحده كده. هتقول لي يا مستر ده ميتال اتوم، يبقى الاكسيديشن نمبر 0. البرومين ده نون ميتال 2 اتومز، برضو بزيرو حتى لو كان عدد الاتومز اكتر من 2. والاخير ده البوتاسيوم يا مستر من جروب 1A الكالي ميتالز، الفالنس بتاعهم كلهم او الاكسيديشن نمبر بتاعهم بوزيتيف 1. والبروميد جوه البوتاسيوم بروميد من جروب 7A الاكسيديشن نمبر ليهم كلهم نيجاتيف 1. انا اقول لك حاجه حلوه قوي. لو ايه رايك لو انا جبت البوتاسيوم بروميد من البوتاسيوم والبرومين جاز، اعمل بينهم كيميكال رياكشن، احط ما بين الاثنين دول بلس يبقوا كده رياكتنتس، واعمل لك سهم كده ويبقى انا عملت لك كيميكال ايكويشن. فاضل بس حته صغيره مش هتفرق معايا قوي في اللي انا هقوله لك النهارده، لكن هقولها، وهي البالانس. هحط هنا 2 عشان اظبط البروميد، واحط هنا 2 علشان اظبط البوتاسيوم. هنا بقى ايه الايكويشن اللي قدامك دي؟ الايكويشن اللي قدامك دي حصل فيها نوع من الرياكشنز مهم جدا، وهو الريدوكس رياكشن، اللي هو اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. ازاي من الايكويشن دي وشويه التفاصيل البسيطه دي تقدر تحدد الاكسيديشن بروسيس وتحدد الريدكشن بروسيس؟ بص معايا، تقدر تعرف ده بمنتهى السهوله من الاكسيديشن نمبرز اللي انت جبتها. البوتاسيوم قبل ما يبقى بوتاسيوم بروميد كان ايه؟ 0، طلع بقى بوتاسيوم بوزيتيف 1. الاكسيديشن نمبر للكي زاد ولا قل؟ زاد. لما الاكسيديشن نمبر ينكريس يبقى هنا حصل اوكسيديشن، يبقى الاكسيديشن نمبر عمل ايه؟ انكريس، زاد. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى هنا حصل اوكسيديشن ايه؟ بروسيس. يبقى هنا في عملية ايه؟ اكسدة تمت. يعني ايه بقى اوكسيديشن بروسيس حصلت؟ وليه لما الاكسيديشن نمبر زاد هنا حصل اوكسيديشن؟ قال لي علشان الاكسيديشن بتدل ان البوتاسيوم ده علشان يتحول من 0 لبوزيتيف 1 ده معناه انه لازم يلوز الكترون من السنجل الكترونز اللي عنده، فبقى ايه؟ فبقى بوزيتيف 1. يبقى الاكسيديشن معناها لوز الكترونز. تمام. طيب نيجي لتحت هنا، بالنسبة للبرومين جاز الاكسيديشن نمبر 0، فاتحول طلع بقى نيجاتيف 1. فلما اسألك واقول لك برضو البرومين هنا قبل وبعد ايه اللي حصل له؟ كان 0 بقى نيجاتيف 1، الرقم زاد ولا قل؟ قل. يبقى لما الاكسيديشن نمبر يديكريس يبقى هنا حصل ايه؟ حصل ريدكشن. يبقى الريدكشن بتكون مصحوبه في نقص في الايه؟ في الاكسيديشن نمبر. مش دي التركه؟ برضو التركه لسه جايه، بس خلينا نكمل. الريدكشن هنا معناها ايه؟ البرومين 0 بقت نيجاتيف 1، يعني جالها الكترون زياده، ده معناه انها جين ايه؟ جين الكترون. يبقى الريدكشن معناها جيننج ايه؟ الكترونز. مظبوط كده؟ السؤال ليك بقى، مين اللي خلى البوتاسيوم ده يحصل له اوكسيديشن؟ اللي خلى البوتاسيوم يحصل له اوكسيديشن او يلوز اللي جنبه، يبقى البي ار شغاله عند البوتاسيوم بتاكسدها، يبقى البي ار 2 شغاله عند البوتاسيوم بتاكسدها. الرهوان التاني التاني يعني شغاله ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. تمام. طب مين اللي خلى البرومين يحصل لها ريدكشن او تجين الكترونز؟ اللي جنبها هي اللي خلتها يحصل لها ايه؟ ريدكشن. يبقى البوتاسيوم كميتال شغاله عند البرومين ايه؟ ريديوسنج ايجنت. يبقى اللي بيحصل له اوكسيديشن بيشتغل ريديوسنج ايجنت عند التاني، واللي بيحصل له ريدكشن بيشتغل عند التاني اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى انت كده حددت حاجتين مهمين جدا، ايه هما؟ الاوكسيديشن بروسيس والريدكشن بروسيس.
والاكسيديشن فهمت ان معناها لوز الكترونز، والريدكشن معناها جين الكترونز. ايه فكره بقى اوكسيدايزنج وريديوسنج؟ يعني فرقت اوكسيديشن من اوكسيدايزنج، وفرقت ريدكشن من ريديوسنج، فرقت كتير جدا. ريدكشن دي البروسيس نفسها، اما لما اقول اوكسيدايزنج كده انا بتكلم عن فاكتور بيعمل حاجه، تمام، بيشتغل حاجه. ولما اقول ريدكشن اقصد ان دي البروسيس نفسها، لكن لما اقول ريديوسنج يبقى ده الفاكتور، يبقى الاكسيديشن لوز، الريدكشن جين. هتنساهم انا عارف، انت فهمت لكن محتاج حاجه تثبتها. لما اقول لك الاكسيديشن تمام is losing electrons، لو اخدنا حرف الاي من هنا حرف الاو من هنا، وحرف الاي من كلمه از، وحرف ال من كلمه لوز، عملنا كلمه ايه؟ اويل، معناها oxidation is losing. طبعا انت فهمت الثانيه. ولو قلنا reduction is gaining electrons، ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا هناخد حرف الار من كلمة reduction، وحرف الاي من كلمة is، وحرف الجي من كلمة gain، يبقى عملنا كلمة ايه؟ RIG اللي هي كلمة رج، دي معناها reduction is gaining. وهو ده كده يا سيدي ملخص الاكسيديشن والريدكشن. استناني في فيديو تاني بسيط كده ادي لك امثلة علشان تطبق معايا اللي انا عملته هنا. سلام.